السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو مهم فوق ما تتصور. الفيديو ده عايز كل الناس تحفظ الفيديو ده عندها عشان هنحتاجه اخر الموسم. اخر الموسم لما يطلع عيل دماغه مربعه مقاس 46 تلبيس واسع برباط ويجي يقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم، هينسى اللي حصل امبارح في ماتشات امبارح في الدوري. الاهلي وبتروجيت، الاهلي ليه ضربه جزاء مليون المية بتاعت امام عاشور ما اتحسبتش وعادي والموضوع عدى محدش يتكلم. الزمالك والاسماعيلي، ماتش الزمالك والاسماعيلي امبارح، اللاعب بتاع الزمالك في الدقيقه 18 ياخد طرد رسمي فهمي نظمي وكلكم شفتوا. انا مفيش وقت عشان احط الفيديوهات، الفيديو ده صغير شويه. المفروض يطرد والحكم اداله انذار بس وما طردوش. يعني المفروض من الدقيقه 18 الزمالك بيلعب ناقص لعيب والزمالك كسب الثلاثه بونت. ماتش بيراميدز وسموحه، سموحه حرفيا اتذبح، ويمكن سموحه الموسم ده اتذبح ماتشين علني، ماتش الزمالك وماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز امبارح ضربة جزاء على علي جبر في الدقيقة الأخيرة، الحكم ما بيحسبهاش، الفار رجعوا ليها ومش عايز يحسب الكرة وقال لك ما فيهاش حاجة. أنا مش عارف بناء على إيه. جون لسموحة بيتلغي أو ضربة جزاء لسموحة مش بتحسب، ضربة جزاء على بيراميدز اتحسبت، وجون أوفسايد في الدقيقة 97 لبيراميدز وأوفسايد 100% وبيتحسب جون لبيراميدز. يعني بيراميدز بدل ما كان خسر 3 بونت كسب 3 بونت. ده في اسبوع واحد بس. هيجي باخر الموسم هقول لك ايه اللي هيحصل. ماتش للاهلي هيبقى الاهلي كسبان فيه 3 4 مستريح وهيتحسب ضربه جزاء او انت للاهلي، وهتاخد الفيديو ده وهتتبروز الصوره دي وهتلف في السوشيال ميديا وهتولع في كل مكان ان الاهلي بيكسب بالتحكيم، مع ان اصلا الاهلي كان كسبان مستريح. يعني انا كسبان 3 او 4-0، انا مش محتاج ضربه الجزاء الاونطه دي. هتتحسب عشان يجي اخر الموسم يقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم. ما علينا، اعملوا اللي تعملوه، العهر التحكيمي ده مش هينفعك. وفي الاخر برضو انا بكسب الدوري عشان انا بلعب مع شويه جرابيع في الدوري المصري. سلام.